هاي الوصفة الجميلة البسيطة اللطيفة اسمها محلّى. صراحةً هي وصفة الفقراء، يعني كُنّا نعملها وكل الناس البسيطين جدًا كانوا يعملوها ببساطة لإنه كانت غير مُكلفة. محتاجين لهي الوصفة 4 أكواب من المي وكوب من الرز. طبعًا المي موجود والرز كان موجود بالبيت، المهم إنه هي ما بدها حليب، يعني ما كنّا نضطر نشتري حليب من برّا. وكوب من السكر وأنا حطيت عليه شوية مستكة، هاي إضافة من عندي يعني، وملعقتين من القرفة الناعمة، هاي كانت أمي تعملها لمّا يكون جاي لعنا ناس، لمّا يكون في هيك تجمُّع عائلي وكذا، فسهلة وغير مكلفة وأنا كتير باحبها، وباحبها جدًا من إيد أمي، لهيك اليوم قررت أعمل هاي الوصفة البسيطة. المهم راح نحطّن على النار لحد ما يغلوا. أنا ببساطة عم بستنى لمنه يستوي الرز، ونشا الرز هو اللي راح يخلي هاي الأكلة سميكة، يعني مش محتاجة ولا نشا ولا أي شي. الرز كافي إنه يحولها لهذا القوام اللي انتو شايفينه، يعني رز ومي وسكر وقرفة بهي البساطة. طبعا أنا حطيت ما بعرف حطيت فوطة زرقاء تحت الغاز مشان ما تحترق الطاولة، ما بعرف طلع شكله غريب، ما علينا. متل ما انتم شايفين استوت حبة الرز، حطيتها بصينية. قبل كنا نحطها بصواني كبار هيك، بيكون مثلا في هيك اجتماع عائلي أو شي بيكون في 30 40 شخص، فكنا نحطهم بهيك صواني كبيرة أو أنقريات كبيرة. وكنا فعليا نزينها بجوز هند كمان لأنه كان جوز الهند متوفر بالبيت، وكان الحكي يمكن من 20 سنة كان رخيص جدا، والرز رخيص وكل شي رخيص. لو عندكم جوز حطّوا جوز اللي هو عين الجمل. نحن كنّا نحط جوز لإنه أصلًا عندنا بالبيت جوزة كبيرة كنّا نقطف منّا ونخزّن يعني أو نموّن. فأنا هيك يعني الوصفة هاي نوستالجيا عملتها متل ما كنّا نعملها سابقًا، وصراحة أنا حابب تجربوها. هون أنا عم رُش شوية، كان عندي ورد جوري مطحون فحطيت شوية ورد، كمان هي إضافة من عندي. آخر شي أظن حطيت وردة، نعم وردة. وهي وصفتنا خلصت، جميلة جدًا وبنصحكن فيها ولازم تجربوها، إن شاء الله تعجبكن، ولو عجبتكن لا تنسوا تعملوا لنا متابعة. صحتين.